قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم حديث من الأحاديث القدسية، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول فيه أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث ربنا تبارك وتعالى يقول فيه أنه يدافع عن أوليائه، وأن الأولياء عرفهم ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث بهذه الأوصاف التي سمعناها. فكل من امتثل أمر الله تبارك وتعالى وابتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى فهو ولي لله عز وجل. لكن قبل الشروع في الكلام عن الحديث، راوي هذا الحديث هو أبو هريرة، واختلف على اسمه أو في اسمه على أسماء كثيرة، أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. هذا الصحابي الجليل أبو هريرة من الذين حفظوا للمسلمين أكثر أحاديث الشريعة الإسلامية، ومن حفاظ الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الصحابي الجليل الذي حفظ لنا هذه السنة هو من أولياء الله الصالحين، وأول الناس دخولا في الولاية، وأنهم من أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منه الحديث فيعي بعضه وينسى بعضه، فقال: يا رسول الله ادعو الله لي. لماذا؟ يريد أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة
لم يكن من الذين يكتبون، إنما كان حفظ أبي هريرة من السماع، حفظه سماعي. أبو هريرة لم يكن يقرأ ولا يكتب، كان حفظه سماعي، يسمع فيحفظ. وهو أيضا يقول عن نفسه هذا، فيقول: لم يكن أحد أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب وكنت لا أكتب. فأبو هريرة لما شكى هذا الحال من قلة حفظه قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أحفظ. فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الدعاء قال له: ابسط رداءك، ابسط ثوبك. فبسط ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ثم قال: يا أبا هريرة اضمم إليك رداءك. بسط الثوب الجلابية ولمها، فلما ضم ثوبه مرة أخرى قال بعد ذلك: فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلا وقد حفظته، إلا وحفظته. فحفظ أبو هريرة الأحاديث. الأعجب من ذلك أن هناك أناس يطعنون في أبي هريرة ويسبون أبا هريرة ويتقربون إلى شياطينهم وأهوائهم، ليس بسب أبي هريرة وحده بل بسب أصحاب النبي أجمعين. أبو هريرة حبه من الإيمان وعلامة على الصلاح. شكى أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أمه، كانت أم أبي هريرة تؤذيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وتعيبه، وأبو هريرة رضي الله عنه صابر محتسب على أمه، يرجو الله عز وجل لها ويرجو أن يدخل الله عز وجل عليها الإسلام. فأسمعته ذات يوم كلاما شديدا حتى بكى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي أسمعتني فيك ما لا أرضى، فادعوا الله لها. شدع عليها، ربنا يريحنا من هؤلاء الناس، ولا ادعوا الله لها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، فأبو هريرة عاد مستبشرا إلى بيته، فلما أراد أن يخرج قالت: مكانك. أمه قالت: مكانك لا تدخل. قال: فسمعت خرير الماء، صوت المية نزل على الأرض، ثم إذا بأمه قد فتحت له الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هريرة ذهب النبي يبكي، فعاد مرة أخرى وهو يبكي، الأولى من الحزن والأسى لأنه سمع ما يؤذيه في النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم استقبله قال: ما بك يا أبا هر؟ يعني أنت رايح تبكي وجاي تبكي في إيه؟ قال: أسلمت أمي فادعوا الله لنا. دي لي بقى أنا وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا. مين عبيدك ده؟ تصغير عبد، اللي هو مين؟ أبو هريرة. اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك الصالحين. يبقى كل من أحب أبا هريرة يكون من عباد الله الصالحين، وكل من أبغض وتنقص أبا هريرة وأصحاب النبي ليس من عباد الله الصالحين قطعا يقينا. فهذا هو راوي حديثنا اليوم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. تأمل بقى هذه الجملة: من عادى لي وليا. الله عز وجل نسب هذا الولي له سبحانه وتعالى، نسب هذا العبد
له سبحانه وتعالى وسماه موال له وولي له سبحانه وتعالى. إذن هذا العبد صاحب منزلة عظيمة عند الله، وله شأن وقدر عند الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بالدفاع عن هذا الولي، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الولي، إذن بالدفاع وبالحفظ لهذا الولي وعن هذا الولي. فربنا سبحانه وتعالى يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عنهم ما يكرهون ويصد عنهم ما يؤذيهم وما يجعل هؤلاء الناس يتأذون ممن يسمعون أو ما يقع بهم من قدر الله عز وجل. فالله يدفع عن هؤلاء المؤمنين ويدفع عن أوليائه الصالحين. من هو الولي؟ من هو الولي؟ حتى نميز بين من ادعى الناس له الولاية وبين الولي الحقيقي. الناس الآن أكثر الناس يقولون عن أناس ماتوا أو أحياء، يقولون عنهم هؤلاء أولياء الله. فيأتي أحدهم وينظر إلى رجل ثيابه رسة، هذا الرجل ليس ممن يعبد الله تبارك وتعالى، ليس ممن يؤدي فرائض الله، ليس ممن يذكر الله، بل هذا الرجل من العصاة والعياذ بالله. وتجد آخر رجل تزيى بزي العلماء وتزهد وتقلد القلائد الكثيرة كالسبحة وغيرها ووضعها في رقبته ويطوف في وسط البلاد وسط الناس. من هذا؟ ولي. بعض الناس يسمى الولي درويش، يعني هذا رجل متدروش من أولياء الله، ملش دعوة به، أي شيء يفعله هو على صواب، دعه، هذا ولي، بينه وبين الله صلة. لا، ليس هذا هو الولي، ليس هذا ما سماه الله وليا. الذي سماه الله ولي وصفه الله عز وجل لنا، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر، قدم الله عز وجل للأولياء هذه البشارة، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي، لا كل رجل خرج وهام على وجهه وبال على ثيابه أو تجرد من ثيابه ومشى عريان، كما يقول الشعراني في كتابه وهو يكتب عن أولياء الله، أو ابن الجوزي في سر الصفوة، أو غيره من كأبي نعيم في الحلية، يكتبون كده هكذا، يقولون إيه؟ ولي الله العريان. ولي الله العريان المتجرد من ثيابه أصبح وليا لله، الذي انكشفت عورته ولم يستحي من الله ولا من خلقه ومشى بين الناس عريان أصبح وليا. هذا والله من الافتراء على الله وعلى رسوله والعياذ بالله. يقول ولي الله العريان رضي الله عنه. ما قصة ولي الله العريان يا سيدي؟ قال: ولي الله العريان أناس كانوا واقفون وداخلون لصلاة الجمعة أمام المسجد يريدون أن يصلوا الجمعة، فقالوا الرجل معهم: ادخل وصلي معنا، فخلع ثيابه كيوم ولدته أمه،
كيوم ولدته أمه، فمن يومها سموه ولي الله العريان. هذا ولي الشيطان ليس ولي الرحمن، ليس هذا من أولياء الله عز وجل، إنما هذا من أولياء الشيطان الذين صرفهم الشيطان عن طاعة الله عز وجل. فلا ينبغي أن ينسب إلى الله عز وجل إلا ما اتصف بالحسن والكمال، كما وصف الله عز وجل نفسه بصفات الكمال والجلال. لو قيل لك هذا الولي الذي يبول على نفسه هو ولدك، ترضى؟ يرضى أحدنا يا أخوانا؟ طب هو والدك، ترضى؟ ما يرضى أن ينتسب هذا إليه أبدا، فكيف ننسبه إلى رب العالمين؟ هذا تنقص، وهذا قدح وعيب في اعتقادنا أن ننسب إلى الله عز وجل هذا الوصف القبيح، أو ننسب إليه هذا الرجل الذي وصف بهذه الأوصاف القبيحة. أما الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينسب إلى نفسه نسبة تشريف قال عن أتقى وأعبد الخلق وأزهد الخلق وأنقى الخلق طهارة حسية وبدنية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الذي أسرى بعبده. أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، كل هذه إضافات تشريف لله عز وجل. فالله ينسب لنفسه، ولا ينبغي لنا أن ننسب إلى الله ما لم ينسبه ربنا سبحانه وتعالى لنفسه. فربنا سبحانه وتعالى يقول عن الأولياء الأتقياء لا خوف عليهم دنيا ولا آخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون، دنيا ولا آخرة. هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم واصطفاهم وأخلصهم ووفقهم لعبادته. فقال سبحانه في الحديث القدسي ماذا قال؟ قال من عاد لي وليا، هذا الولي المؤمن التقي إذا عاداه الإنسان ونصب له العداء وأراد أن يؤذي أحد هذا الولي تصدى الله له، أعلنه الله عز وجل بالمعاداة وبالحرب. الذي سيدفع عن هذا الولي هو الله عز وجل. فقد آذنته، أعلمته أنه مؤذن من قبلي أني سأعاديه. لماذا؟ لأنك تريد أن تتنقص عبدا من عباد الله الأتقياء الصالحين الذين وفقهم الله عز وجل لعبادته، فهم يعبدون الله عز وجل وعلى خوف يريدون رضا الله سبحانه وتعالى ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء العباد من تعرض لهم تصدى الله عز وجل له. فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، أي ائذن واعلم، والإذن هو الإعلام، اعلم أنك محارب لله عز وجل. الذي أوقع نفسه في معاداة أولياء الله عرض نفسه لسخط الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول فقد آذنته بالحرب. حرب ايه؟ حرب الضروس دي يعني بأسلحة، ولا حرب يعني هيكون فيها ايه؟ حرب أن يجعل الله عز وجل فقره بين عينيه، حرب أن يسلط الله عز وجل عليه الأمراض، حرب أن يحرمه الله عز وجل البركة في الرزق، حرب أن يسلط الله عز وجل عليه الهوى والشيطان.
فيرديه في المعاصي والخذلان، حرب ألا يوفقه الله عز وجل فينسيه الله عز وجل نفسه لما نسي هو ربه جل وعلا ونسي حقوق أولياء الله الذين عرف الله عز وجل الخلق إياهم ألا يتعرضوا له. ولذلك يكون كما قال الله عز وجل نسوا الله في حقوق العباد وعلى رأسهم أولياء الله، فأنساهم أنفسهم فلم يوفقهم لطاعة ولم يهدهم إلى طاعة، إنما أوقعوا أنفسهم واستذلهم الشيطان بمعصيتهم ومعاداتهم لأولياء الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أوليائه أنه هو الموفق والمسدد لهم، ويقول عن الذين عادوا أولياءه أو انصرفوا عن طاعته أنهم انصرفوا إلى هواهم وشياطينهم ومعبوداتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين آمنوا، متوليهم ومتولي أمرهم ومسددهم وموفقهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والمعصية إلى ظلمات الإيمان والتقوى والعمل الصالح. أما الآخرين العصاة الفاسقين من هم أولياؤهم؟ الشياطين والطواغيت والأهواء والمعبودات من دون الله عز وجل. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، نور الإيمان والصلاح، إلى الظلمات، ظلمات الجهل الشرك والمعاصي والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ لهؤلاء الأولياء، فإياك أن تتعرض لولي من أولياء الله من أتقياء الله الذين يعبدون الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه ويدفعون بكل غال عندهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. فأولياء الله عز وجل من نصب لهم العداء ومن عاداهم عاداه الله عز وجل، فقد آذنته بالحرب. ثم جاء التفصيل لهذا الولي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي. إذن هنا في صفة الحب لله عز وجل، فالله يحب والله يكره والله يضحك والله يغضب، فكل هذه صفات ثابتة لله عز وجل، وهذه الصفات صفات كمال تليق به سبحانه وتعالى بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، إنما نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحب ماذا؟ يحب من العبد أن يتقرب إليه بالفرائض، وهذا أحب شيء لله عز وجل. إذن الأعمال تتفاضل، أحبها إلى الله ما افترضه الله عز وجل على العباد، ثم يأتي في المرتبة الثانية النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
مما افترضته عليه، أي هذا أعلى شيء يحبه الله عز وجل من العبد. فربنا سبحانه وتعالى يحب من العبد المؤمن التقي، ويصف هذا الولي بأنه يفعل الطاعات، أولها الواجبات والفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا، مثل الإيمان به سبحانه، والإيمان برسله، والإيمان بكتبه، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، وأننا نتقرب إلى الله بما افترضه علينا من الأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا تجاه الخلق للوالدين والأهلين وصلة الأرحام. كل هذه واجبات يحبها الله عز وجل، يحبها الله عز وجل. وهذه في المقدمة، هذه في المقدمة أحب شيء إلى الله الذي افترضه الله عز وجل على العباد. ثم يأتي بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن الحب له درجات، أكملها أن يأتي العبد بما افترض الله عليه، وأن يأتي بالنوافل. وسيد العباد والأتقياء والأولياء رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ما ترك شيء إلا يقرب الله إلا وفعله، وما علم شيء يباعد عن الله عز وجل إلا وتركه وحذر أمته منه. فسيد العباد والأتقياء والأولياء نبينا صلى الله عليه وسلم تقرب بكل هذا إلى الله عز وجل، فليم في ذلك أو عوتب في ذلك أو أشفق عليه في ذلك من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، ارفق بنفسك، ارفق بنفسك. كان يقوم حتى تتفطر قدماه، نافلة لا واجبة، وتشفق أم المؤمنين عليه: ارفق بنفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما الذنب الذي ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا الذنب؟ أيعلم أحدنا عن النبي ذنبا اقترفه أو معصية وقع فيها؟ ومع ذلك وإن صدر منك معصية، وإن وقع منك معصية، وهذا لم يكن، مع ذلك فقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كانت الإجابة من الولي التقي صلوات ربي وسلامه عليه أن قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أريد أن أشكر لله عز وجل نعمه علي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو مثلنا، هذا قدوتنا، هذا أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أراد الولاية فليتبع محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد الولاية فليقلده في عبادته لله عز وجل. فالعبد الذي نال هذا الشرف من عباد الله لا يترك نافلة فرضا عن طاعة إلا ويتقرب بها إلى الله. تجده عند الصلوات في أوقاتها المفروضة، وتجده عند النوافل محافظ عليها، وتجده عند الذكر ملتزما له. وهذا باب الذكر كثير منا غافل عن هذا الباب
الأذكار الموظفة كثير منا يغفل عنها وينساها ولا يؤديها، ولو علم الناس ما فهي فضائل الذكر ما تركوا ذكرا واحدا يمر عليهم في وقت من الأوقات أو ذكر من الأذكار المطلقة إلا واغتنم العبد منا هذا الذكر، كأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دخول البيت، وأذكار دخول المسجد والخروج من البيت والخروج من المسجد، وأذكار تحفظ الإنسان عندما يخرج، وأذكار عندما يريد أو يقع في قلبه خوف أن يقول الذكر، وأذكار عند السفر. وكل هذه الأذكار إذا امتثلناها يحفظنا الله تبارك وتعالى، وذلك في كما جاء في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، راعي في نفسك شرع الله عز وجل واحفظ هذا. فالعبد المؤمن التقي يدور حيثما دارت المصلحة، عند الصلاة مع المصلين، عند الذكر مع الذاكرين، عند قراءة القرآن مع الذين يقرؤون القرآن، هو دائما في طاعة لله عز وجل. فهذا الولي أو هذا التقي يعبد ربه تبارك وتعالى فيمتثل أمره ويبتعد عن نهيه، يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، وهو يريد منزلة أعلى من ذلك. ويضرب العلماء مثلا برجل أدى ما عليه ورجل أتقن ما عليه. رجل أدى ما عليه، جاء إلى الصلاة وصلى وانصرف، ورجل جاء إلى الصلاة وأتقنها وانصرف. هل يستويان مثلا؟ لا. كذلك العبد منا إذا أتقن الصلاة بأركانها وشروطها وسننها انصرف منها وقد اغتنم هذه الصلاة، فالله يحب منه هذا الخشوع. فدل ربنا سبحانه وتعالى أهل الإيمان على الذين هؤلاء هي صفتهم، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن ربنا يحب منك الخشوع في العبادة والانكسار بين يديه. ولذلك لما عرف العلماء العبادة التي يتقرب بها إلى الله قالوا: كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب أنك تحب الصلاة حبا جما فتأتي إليها وأنت تحب أن تؤديها على أكمل وجه. وكمال الذل أننا نخضع ونخشع ونضع الجباه ويتنحني الظهور طواعية لله ومحبة له سبحانه وتعالى. ومع ذلك لو قيل لك الدنيا بأسرها هي لك واسجد لفلان، وإن سجد المؤمن لا يسجد، وإن سجد إنسان إلا أنه يسجد لا مع كمال الحب ولا مع كمال الذل، يسجد ببدنه ليس محبة، ويسجد وينحني بجبهته ويسجد على الأرض، ولكن ليس مذلا بحب لهذا، إنما هو يريد هذه المصلحة
أما الله تبارك وتعالى يتعامل معه عباده الصالحون، يتعاملون بالحب مع الذل والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى، فيتقربون إليه بالنوافل بعد أن أدوا الفرائض. بحثوا عما يحبه الله تبارك وتعالى. ماذا يحب ربنا سبحانه وتعالى؟ يضرب العلماء مثل. ما هذا المثل؟ يقولون لرجل عبدين، أعطى كل عبد منهما دينار وقال اذهب إلى السوق واشتري فاكهة. فجاء الأول واشترى الفاكهة ووضعها في إناء وطيبها ونظفها ووضع عليها من طيب من عنده. اداله سيده ايه؟ دينار. روح اشتري فاكهة. اشترى الفاكهة من السوق للأكل مباشرة؟ لا، غسلها ونظفها وهذبها وجهزها على الطعام، ثم أتى بها لسيده. والآخر ذهب فاشترى الفاكهة وأتى بها في حجره ثم وضعها أمام سيده. هذا أخذ الدينار واشترى فاكهة، والثاني أخذ الدينار واشترى الفاكهة. أيهما يكون محببا إلى سيده؟ الذي طيب الفاكهة وأعدها ووضعها في الإناء ثم جهزها على الأكل وقدمها لسيده. هذا محبب إلى سيده، ولله المثل الأعلى. فكل من أتقن العبادة لله عز وجل كان محببا إلى الله أكثر من غيره. فالذي أدى الفريضة ذهب يبحث عما يحبه الله. ما الذي يحبه الله من النوافل؟ يحب الصيام ويجازي عليه وادخر الجزاء عنده، ولا يعلم جزاء الصائم إلا هو سبحانه وتعالى. وهو يعلم أن الصيام جنة يستجن بها العبد ويحفظ العبد نفسه بها من عذاب الله عز وجل، كما قال النبي: الصوم جنة. الصوم جنة يعني وقاية. وصيام يوم في سبيل الله يباعد الله عز وجل عن هذا الصائم اليوم النار 70 خريفا. والصوم يقول الله عز وجل عنه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام عمل يجازي عليه الله عز وجل، والصلاة عمل من الذي يجازي عليها؟ هو الله. لكن لما أبهم الله عز وجل جزاء الصوم كان الأجر عظيم، لأن المعطي كريم سبحانه وتعالى. فهذا جزاء الصائم. آخر يبحث، الله عز وجل يحب النوافل. ما هذه النوافل؟ قراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن، يحبه الله عز وجل ويتقرب العبد به إلى الله عز وجل، فأكثر من قراءته وأكثر من حفظه وأكثر من تدبره حتى ينال في الآخرة. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آخر ذهب، ماذا يحب؟ الله عز وجل أحب الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، فحرص على أن يؤدي الصلاة في أوقاتها. أي الصلاة أحب وأي الصفوف أحب؟ الصف الأول، فسارع إليه فكان من المقدمين في الصف الأول. كل هذا تجد هذا يبحث عن الصلاة، وهذا يبحث عن الصوم، وهذا وفق لقراءة القرآن، وهذا وفق للأذكار الموظفة، لا يترك ذكرا إلا ويتقرب به إلى الله عز وجل. ويتفاوت الناس في أعمالهم، فكلما ازداد العبد من هذه النوافل عظم أجره عند الله
واشتد حبه عند الله وكثر حبه من الله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي. هذا ارتضاه الله عز وجل أن يكون له عبد، ليس أي عبد، مع كل الناس وكل المخلوقين عبيد لله عز وجل، إلا هذا له منزلة، هذا له فضل، هذا تقرب إلى الله بما أحبه الله من الفرائض فنسبه الله إليه كما سمعنا: عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي. إذن القرب إلى من؟ إلى الله، والتقرب بالأعمال لله، وصرف العبادات لله، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تجد الإنسان رجل بسيط طيب على فطرة لكن فيها شيء من الانتكاس، مصل؟ نعم. تالي القرآن؟ نعم. مواظب على الصلاة في أوقاتها؟ نعم. في الصف الأول؟ نعم. يذكر الله عز وجل ولا يترك ذكر إلا ويتقرب به إلى الله؟ نعم. إلا أنه يصرف عبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل. نسمع كثيرا من هؤلاء الناس البسطاء الذين يعبدون الله عز وجل ونراهم معنا في بيوت الله، إذا ألمت به حاجة وإذا وقع في ابتلاء إذا به يطلب العون من غير الله: يا سيدي فلان، يا ولي الفلان، ويدعوه من دون الله عز وجل. أما الولي الحقيقي لا يصرف شيء من عبادته إلا لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، له وحده سبحانه، بالنوافل حتى أحبه. كمال الحب، لأن الجزاء من جنس العمل. كلما ازداد الإنسان طواعية لله عز وجل ازداد رفعة ومحبة عند الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، عموم النوافل، حتى أحبه. فما الجزاء؟ إذا أحبه الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الحديث ليس على ظاهره، بمعنى كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل لا يسمعه ما يؤذيه. سمعه الذي يسمع به أي أن الله عز وجل لا يسمعه إلا ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. فربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا الولي إلى سماع ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصرف عن أوليائه سماع اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يدخلوا ولا يشتركوا مع أهل اللغو ولا يشتركوا مع أهل الفسق، لا يشتركون ولا يسمعون. هؤلاء إذا أراد الناس أن يفتنوهم، أهل الجهل أرادوا أن يفتنوا هذا التقي هذا العابد فعابوه وسبوه أو آذوه، ما الجواب من هذا الولي؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قولا سليم، قولا صواب، قولا سديد. لا يتسرعون فيخطئون فيعصون الله عز وجل، لا، إنما يقولون ما يرضي الله تبارك وتعالى.
ولا يقولون ما يسخط الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الولي إذا سمع يسمع الخير، ويصرف الله عز وجل عنه سماع الشر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج مع مولاه نافع، وهم في الطريق سمعوا صوت مزمار، فإذا به قد أدخل إصبعيه في أذنيه وأسرع، ثم يسأل غلامه ومولاه: أتسمع شيء؟ نعم. إلى أن خرج وبعد عن هذه الأشياء: أتسمع شيء؟ لا. فأخرج إصبعيه من أذنيه. ما الذي حمله على هذا الأمر؟ مخافته من الله تبارك وتعالى. من الذي وفقه أن يضع هذا الإصبع في الأذن؟ إنه الله تبارك وتعالى. وتجد من يستمتع بهذه الأصوات. لماذا؟ أشرب حب المعاصي ونكت في قلبه من تجاه هذه المعصية الحب، فأشربها، فإذا سمعها لا ينكرها. أما أولياء الله عز وجل لا يسمعون إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يقولون إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه تقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هذا لا يتعدى على أحد بالضرب أو باللطم أو بالسلب أو بأخذ حق ليس له بيده. لماذا؟ لأن الله عصم يده أن تفعل الحرام، عصم جوارحه أن تقع في الحرام، عصم قدمه أن تمشي في الحرام. ثم تكفل الله عز وجل له بأمرين في نهاية هذا الحديث: ولئن سألني، الطلب من الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يوفقون ويلهمنا الله رشدنا. عبادة الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي يجيب، هو الذي يعطي. كل ما في القرآن جاء بصيغة السؤال: يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن الجبال قل يسألونك عن المحيض قل. وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل. ليس بينك وبين الله واسطة، إنما تكفل فقال جل وعلا عن نفسه: إني قريب. فإني قريب أجيب دعوة الداع، أجيب من يدعوني. هذا السلاح الذي يقاتل به المؤمن، كما يقول أحد العلماء: الإسناد من الدين، والإسناد للمؤمن كالسلاح، فإذ لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. كذلك الدعاء سلاح المؤمن، إذا فقد هذا السلاح بأي شيء يقاتل؟ هواه والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس، وكل هذه ما يدفعها دعاؤك وتضرعك ولجوءك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا طلب العبد من ربه أعطاه الله عز وجل. ولئن سألني لأعطينه. بندعي ربنا، ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا، وندعو الله عز وجل وهناك من يستجاب له، وندعو الله عز وجل ولا نرى للدعاء إجابة. إما أن يدخر
هذا الدعاء لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع الله عز وجل عنك ضرر كان سينزل بك فصرفه الله عز وجل عنك، وإما أن يستجيب الله عز وجل لك الدعاء فيستجيب الله لك ويعطيك ما طلبت. ولئن استعاذ بي لجأ إلي من خوف أو فزع أو هلع أو أمر يخشاه على نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يعيذه وينصره ويصرف عنه الأذى، كما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألجأ وأستجير بك يا رب، فأنت القوي وأنا الضعيف، فعذني احفظني وابعد عني الشيطان، فإنه رجيم مطرود، وأنا ضعيف وبك قوي، فانصرني على هذا الشيطان. ولئن استعاذني لأعيذنه، أعطاه المطلوب وأمنه من المرهوب الذي يخشاه، الذي يخافه على نفسه. هذا هو الولي التقي الذي قال الله عز وجل عنه أنه لا خوف عليه دنيا ولا آخرة، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجعلنا من أوليائه الصالحين، وجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.